السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. فيديو جديد النهاردة يا جماعة، هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله البانيه بطريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله تعجبكم، وتتبيلة سهلة قوي وكده. ده بقى البانيه بتاعنا كده ايه بعد ما اتحمر. ودي بقى عملت معاه مكرونة سباكيتي، كان بصراحة طعمه جميل قوي بصراحة يعني. جربوا بقى الطريقة دي وإن شاء الله تعجبكم، وطبعا ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. تعالوا نسمي بسم الله نشوف عملناه ازاي. معايا هنا كده جبت طبق حطيت فيه بيضة، تمام، ومعايا نص كوباية دقيق ونص كوباية مية. كمان البيضية نتبلها الأول. معايا فلفل أسود والملح، تمام كده. أي توابل بقى عندكم كده مشكلة، دي بابريكا، تمام كده يا جماعة. أي شوية توابل بقى كده حلوين، واللي مثلا يكون عندكم شوية كركم برضو تحطوهم. نقلب بقى كده كله كويس مع بعض. خلطة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا. قلبنا بقى كده بالشكل ده. نحط هنا بقى نص كوباية مية. حطينا المية، نحط بقى الدقيق ونخله كده كويس. هو تقريبا كده نص كوباية دقيق عليها نص كوباية مية. تتبيلة سهلة وحلوة قوي يا جماعة، والله لو جربتوها حلوة قوي. نقلب بقى كده بالمضرب اليدوي كويس قوي علشان كله كده يختلط ببعضه ويدينا قوام حلو. هنحط كمان، نزود شوية دقيق. هنحط كمان توم مفروم يديها طعم حلو قوي برضو. قلبنا كده كويس. توم مفروم. هنحط كمان شوية من الخل، معلقة كبيرة خل. ونقلب بقى كله كويس. احلى تتبيلة للبانيه السريع. نحط بقى البانيه بتاعنا مغسول ومتصفي كويس قوي. نحط البانيه كده بقى ونقلبه في الخلطة الحلوة دي. احلى بانيه تاكلوه بالخلطة الجميلة دي. جربوه وقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم فيه. نحط بقى كل الكمية كده معانا. طبعا البانيه بقى الكمية اللي انتوا عايزينها على حسب عدد افراد الاسرة. طبعا انا عملت اللي يكفينا. دي كنت جايبة فراخ وخليناها وعملتها كده ايه، قطعت الصدور بانيه. نقلب بقى كله كده في الخلطة الحلوة. طبعا معايا زيت على النار لازم يسخن كويس قوي. ده بقى الفيجيتار، ده فيجيتار بارد. طبعا لو انتوا عايزين بقى فيجيتار حامي بيبقى حلو قوي برده، او لو عندكم فيجيتار من البارد ده ممكن تحطوا عليه شويه شطه.
الزيت بقى جاهز كده عندي على النار. نبدأ نحط بقى كده شرايح البانيه، نعمل واحدة كمان. نطلع من التتبيلة كده على طول على الفيجيتار، نقلبه بقى كده كويس في الفيجيتار. ونروح على الزيت على طول، نعمل بقى واحدة كمان، وبعدين أكمل أنا بقى الكمية الباقية. حطيناهم كلهم في الزيت كده، وحمرنا بقى بالشكل الجميل ده. شايفين لونه وطعمه؟ ما اقولكوش تحفة يا جماعة، والله جميل بجد. اتفضلوا معانا. عملت كمان جنبه مكرونة سباكيتي بالشكل الجميل ده. اتفضلوا معانا يا جماعة. اشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.